السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السفاح اللي مغلب الدنيا كلها، سفاح التجمع الخامس الباشا كريم. ايه الجديد بقى؟ الجديد انه تم التحفظ على امواله، حتى ابنه الصغير تم التحفظ برضو على امواله، ماشي، لان في شكوك ان هي جاية بطريقة غير مشروعة. بالنسبة لأسرته بقى، أسرته اتبرت منه خالص، وقالوا اللي هم ما كانوش يعرفوا عنه أي حاجة نهائي. بمجرد اللي هو جه كل يوم الصبح بيطمن عليهم وبيشوف ابنه وبعد كده بيتكل على الله. حتى المحامي قالوا اللي هم مش هيرفعوا لهم محامي وخلاص، اتبروا منه ومش عايزين يعرفوه تاني نتيجة التصرفات الغريبة. وعن شقة التجمع الخامس قالوا اللي هو كان واخدها من زمان وما يعرفوش عنه أي حاجة. زوجته بقى اللي هو بيقول اللي هي خانته وجات له عقده نفسيه. طيب خانته وعقده نفسيه وتوفت بقالها سنه ونص، سنه ونص توفت. جاي تفتكر الايام دي؟ بلاش. ما طلقتهاش ليه؟ ما موتهاش ليه؟ انت جاي تقرفنا وتقرف الناس كلها على عشان عندك عقده نفسيه؟ ده ايه التخلف ده؟ طيب ندخل بقى على نقطه بقى تانية. كان بيتعرف على السيدات ازاي؟ عن طريق النت، عن طريق الفيسبوك. عرفتوا بيجيبوهم ازاي؟ عن طريق الفيسبوك، عن طريق النت، ماشي، علشان كل واحده تحترم نفسها كده، ماشي، وتلم نفسها وما تقولش عريس يا ابوي عريس يا ابوي وتروح ماسكه في اي واحد بيكلم. اهو ده النتيجه، خدوها قاعده، ده النتيجه. تمام. ندخل بقى على موضوع مراته، توفاها الله خلاص. كحاله ماديه كانت شغاله في مدرسه، هما الاتنين في بورسعيد، وكل واحد فيهم كان بياخد 30,000 جنيه، ماشي، مرتاحين جدا خلاص. وكان شريك في كافيه بتاع اخوه. وعلى فكرة كمان من واحدة من الضحايا كانت شغالة جوه في الكافيه، ودلوقتي بيدوروا على اخوه في اشتباه اللي هو كان بيجيب له الستات يعني من الاخر. تمام، فعايزين يقبضوا على اخوه كمان بالمرة. قضية معقدة وقضية عقد نفسية وتصرفات الغرب مع تطبيقها في الشرق بلاوي. يعني المهم اهو الاستاذ كريم ده، الباشا كريم، او عرفنا وطلع عنا. ودلوقتي تحقيقات كل يوم في الموضوع ده، واكتشافات كل يوم جديدة علشان خاطر الباشا كريم. دلوقتي ابنه بيشوفه ومتابع الأحداث، وعلى طول بيقول لجدته، ده نقلا عن جدته في التحقيقات، عايز يعرف باباه بريء ولا مذنب. لا حول ولا قوة إلا بالله.